مشاهدينا الكرام، وللحديث أكثر عن موضوع تحرير مدينة الموصل وما رافقتها من انتصارات لقواتنا الأمنية ينضم إلينا بالصوت والصورة مفدنا من هناك أحمد علاء. بداية مرحبا بك أحمد، يعني أين تتواجد الآن في مدينة الموصل وماذا لديك بخصوص عمليات اليوم؟ تفضل. نعم أحمد، أولا أريد أن أنوه على هذا العاجل الذي وردني للتو حسب مصادر عسكرية وسط أحياء الموصل بأن جهاز مكافحة الإرهاب يحاصر الخليفة في أحد المنازل وسط أحياء الموصل، ولكن الغريب في الأمر حادثة لم يسبق لها مثيل على التاريخ، أن الفرقة الذهبية ترفض ترحيله إلى السجون وترفض اعتقاله، والمقاتلين، ما أقصده أحمد، المقاتلين داخل الفرقة الذهبية يحاصرون الخليفة في الغرفة الأخيرة، غرفة النوم. نعم، غرفة النوم التي كان يستخدمها الخليفة مع زوجته شيماء. يرفضون اعتقاله وترحيله للسجون ويحاولون اغتصابه. نعم، يحاولون اغتصابه في الغرفة الأخيرة، والخليفة ينادي اعتقلوني ولا تنكحوني، ولكن المقاتلين يرفضون هذا الأمر ويصرون على نكاح الخليفة. نعم. قرب تقدم قواتنا الأمنية إلى مطار الموصل، يعني هل لك أن تحدثنا عن ذلك؟ أحمد، الحشد الشعبي كان مع الفرقة الذهبية، لكنه أخذ شيماء زوجة الخليفة وذهب إلى مطار تل أحفر وتم تحرير مطار تل أحفر. ولكن أنوه للأمانة الصحفية أن شيماء زوجة الخليفة داخل المطار مع الحشد الشعبي، ولا نعلم ماذا يحصل هناك، لا نعلم، لأن نريد أن ننقل الحقيقة، وعندما تردنا الأخبار حول شيماء ماذا يجري، لكن ما نؤكده أن الخليفة الآن أحمد إذا تسمعني تم الآن تم اغتصاب الخليفة فعلا، لقد وقع الفأس في الرأس، تم اغتصاب الخليفة، والسفارات السعودية والقطرية تصرخ الآن وتنادي بإطلاق سراح الخليفة من يد مقاتلين الفرقة الذهبية. نعم. طيب زميلي، يعني أحمد، يعني بعد ما ذكرت عن نتائج لربما عمليات الحشد الشعبي في مدينة الموصل وما رافقتها من عمليات في تل أعفر وكذلك دخولهم إلى مناطق أكثر قربا من مطار الموصل، يعني هل لك أن تضعنا في أبرز نتائج الصفحة الثالثة لعمليات الحشد الشعبي؟ الصفحة الثانية سوف تبدأ بعد الانتهاء. أحمد عفوا، هم ليسوا وصلوا إلى المناطق التي تحيط بالمطار، لكنهم دخلوا المطار فعلا. مطار تل أحفر الآن تحت السيطرة، لكن الصفحة الثانية يجب أن تبدأ بتنسيق مباشر بين الحشد الشعبي والفرقة الذهبية، لكن هذا الأمر لن يحصل